رياض محرز بيقول أنا الأحق من ياسين بونو بالكرة الذهبية الأفريقية. أنا صاحب الثلاثية مع مانشستر سيتي، ومعجزة ياسين بونو مع منتخب المغرب لا تساوي الثلاثية في أوروبا. وأنا هرد عليك من وجهة نظري اللي لا قيمة لها. أنا شايف إن ياسين بونو بس في ماتش أسبانيا في ضربات الجزاء فقط خلى أفريقيا كلها كده تتنطط وتقول المغرب. يعني ياسين بونو بس الثلاث ضربات جزاء اللي صدهم قدام أسبانيا من وجهة نظري أنا تساوي الثلاثية وأكتر. إنجاز الثلاثية مع أي نادي في أوروبا أي لاعب يقدر يعمله. صلاح إن شاء الله يعمله، وأي لاعب محترف من أفريقيا في أوروبا سهل جدا يعمله، لو حتى قاعد بيلعب في نادي زي برشلونة أو ريال مدريد، أو بيلعب في الدوري الإنجليزي مع فريق زي ليفربول أو تشيلسي أو مانشستر سيتي، وهو قاعد احتياطي كده بس ما بيشاركش يقدر يحققهم من غير ما يلعب، يبقى قاعد احتياطي. طبعا انا مش عايز اقول لك ان انت كنت بتنزل يعني في اخر الماتش مثلا وكنت كده كده احتياطي، لا مش بقول الحته دي، بس انا بقول لك سهل اعملهم لو انا بس بلعب في مانشستر سيتي وقاعد بس معاهم كده، سهل جدا اعمل الثلاثيه. ولكن الصعب انك انت تقدر تعمل انجاز ياسين بونو. انا بقول لك بس ماتش اسبانيا كافي جدا ان ياسين بونو يستحق الكرة الذهبية. طبعا ما حدش يقول ان عشان انت بتحب المغرب وهتتجوز من المغرب، لا لا لا، ملوش علاقة خالص، ملوش علاقة خالص اقسم بالله. انا عن نفسي ياخدها محمد عبد المنعم لاعب النادي الاهلي، نفسي ياخدها اي لاعب مصري ضمن الناس المرشحة للفوز بالذهبية الافريقية. فانا بقول ان ياسين بونو قيادته لمنتخب المغرب في كأس العالم في قطر دي فرحت العالم كله. يا اخي انا في دبي بتوع بنجلاديش وبتوع باكستان اقسم بالله كانوا بيقولوا ماروكو ماروكو، كانوا بيشجعوا المغرب اكتر من البرازيل. يعني ماتش المغرب كده ابص الاقي الكافيه في دبي مليانه على الاخر كأن البرازيل اللي بتلعب. وكلنا عارفين ان ماتش فرنسا ده ايه اللي حصل فيه، والضغط على المنتخب المغربي عشان يخسر، والبطوله دي كانت مغربيه عربيه، وكلنا عارفين اللي حصل ده ومش هنقوله كتير. فانا بقول لرياض محرز ان ياسين بونو بس ماتش اسبانيا، سيبك بقى من الفوز على بلجيكا والتعادل مع كرواتيا وصعوده اول مجموعته، وان هو يكسب كل اوروبا ويعلم عليهم ويكسب البرتغال بكريستيانو. وياسين بونو حاليا في الدوري السعودي ده واخد احسن لاعب في الشهر، احسن لاعب في الدوري السعودي الشهر اللي انتهى. على مين؟ على كريستيانو اللي خاربها مع النصر السعودي. في عمالقه في الدوري وفيهم ماني وفيهم رياض محرز، وهو خد احسن لاعب في الشهر. وياسين بونو محافظ على شباكه 7 ماتشات لم يدخل مرماه اي هدف. فإن كان رياض محرز بيقول مع احترامي لاخواتنا الجزائريين، وانا مع عمري بدخل نفسي وبقارن وبعمل مقارنه ما بين لاعب جزائري ولاعب مغربي عشان الحساسيه، او منتخب المغرب ومنتخب الجزائر، عشان ما حدش يقول لي انت بتعمل فتنه وبتلعب على الحته دي. ولكن انا برد من وجهه نظري اللي لا قيمه لها. انا بعشق الجزائر، بعشق المغرب. الناس بتقول لي انت عايز تتجوز من المغرب، وعشان هتتجوز من المغرب فانت بتعمل كده، اقسم بالله لا له علاقه خالص. انا بقول من وجهه نظري ان ياسين بونو خلى كل افريقيا تلبس تيشيرت المغرب، التيشيرت الاحمر. اما الفوز بالثلاثيه او دوري ابطال اوروبا ما فرحش حد كتير غير اللي هو معجب برياض محرز، وان انجاز رياض محرز سهل جدا جدا. طب ما اشرف حكيمي بقى فاز بكم بطوله وهو لسه ناشئ، وفي النادي الاساسي في ريال مدريد ايام كريستيانو حصلوا على كم دوري ابطال اوروبا. هاش علاقه جدا انجاز رياض محرز الثلاثيه يقدر اي لاعب بس لو انضم لمانشستر سيتي وما لعبش يقدر يحققهم رسميا ولكن مش لعبيا. فالاقدر هو